اللي اعرفه ان هم اخترعوا الارقام عشان نعرف بيها الساعه كام، عشان نحسب حساباتنا، نشوف حياتنا النهارده يوم ايه، ارقام. لكن احنا كمصريين علاقتنا بالارقام علاقه غريبه، بنستخدمها في المشاعر. يعني لو حد عنده مناسبه بنقول له الف مبروك، ليه مش مليون ومش 100؟ ما نعرفش. ولو عايز تكرم حد قوي جزارك بتقول له يا الف خطوه عزيز، برضه الف. اشمعنى الالف؟ ولو قاعد في قعده لطيفه ويجي حد يسالك ايه الاخبار تقول له 100 100. ولو بتشرب كوبايه شاي تقول له كوبايه الشاي ب 10 على 10. ولو زعلان من حد قوي بتروح قايل له ايه؟ 60 داهيه. ولو زعلان بقى منه جامد بقى والاسوأ تضرب بقى ارقام في بعضها، 60 في 70. طب هو ليه مش 58؟ ودايما عندنا واحد في حياتنا ملوش لازمه، بنقعد نقول ايه؟ ده ملوش 30 لازمه. طب هي اصلا ايه الحاجه اللي لها 30 لازمه؟ ممكن حد يقول لي حاجه ثانيه برضه. لو حد نايم نوم عميق بنقول ايه؟ ده نايم في سابح نومه. ليه مش 8 نوم؟ ليه مش 5؟ ليه مش 8؟ برضه رقم 7. ويمكن بقى الحاجه اللي لها 30 لازمه انك لو دخت عليها السبع دخان. ده الشاي عندنا بقى اسمه لو شاي كوبايه صغيره يقول لك شاي في الخمسينه. وطبعا لو حد جه زارك وعاوز يمشي تروح قايل له ايه الجمله المعتاده؟ طب اقعد 5 بس. المهم ان الروح المصريه في الارقام ليها ارقام كبيره بتعبر عن الفرح، ال1000 والمليون وال3000 وال300 مرحبا، وارقام بتعبر عن الزعل وانك مش طايق البني ادم اللي قدامك زي 60 في 70. احنا كمصريين الارقام عندنا لغه، ولغه ما يفهمهاش غير المصريين. فطبعا ما قلتش احنا الارقام دي جبناها منين، لان هو سر ما حدش يعرفه غير ما اعرفش مين. فاللي عارف سر الارقام دي منين يا ريت يكتب لنا في الكومنت، واللي عنده رقم احنا كمصريين بنستخدمه انا ما قلتوش برضه ابعته لنا واكتبه لنا في الكومنت هقول لك.